تعالى اقول لكم على كام تركايه في الحمام. احنا هنا في مستقبل سيتي في فيلا الدكتور محمد. تعالوا كده. بص، احنا هنا عندنا اهم حاجه العزل. زي ما حضراتكم شايفين كده بنعزل 4 مراحل زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل ده. قبل عمليه السيراميك كمان بنختبر العزل كمان بالميه، بس طبعا لسه هنختبره دلوقتي. وعندنا هنا التركايه بقى الاولى ان احنا عندنا الدش في السقف. الدش لما يكون في السقف مع الكلاينت هنا اختار ان هو يعمل جلسه. طبعا انا لو عملت الدش في السقف قريب من الحيطه كان هيبقى ايه، اللي واقف مش هيعرف ياخد شاور كويس. فالمهم انا جبت الدش هنا في الجزء ده علشان الجلسه تبقى في الجزء ده، واللي يقف ياخد الشاور بتاعه ويبقى مرتاح. كمان عندي الجنب ده كله بنيته عشان اقدر اعمل فيه الخوارنات وصندوق الدفن، وكمان طلعت الشباك هنا في الجزء ده. كل الحاجات دي تفاصيل. عندنا هنا مكان للحوض، وعملنا هنا السخان الفوري في الجزء ده عشان الحمام يبقى شكله جميل جدا وشيك. ما نحطش السخان الكبير بيبقى شكله مش ظريف في الحمام. فدي من الحاجات المهمة جدا اللي لازم تركز عليها عشان شغلك يطلع مميز وشيك.